السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله اجمد 11 الساعه 11. طبعا بمناسبه التوقف الدولي فلقيت ان انا لازم اعمل اجمد 11 النهارده عن منتخب، وطبعا مش هلاقي منتخب احسن من منتخب مين؟ منتخبنا الوطني. انا هختار النهارده اجمد 11 في تاريخ منتخب مصر، بس في اخر 35 سنه. يعني ايه؟ يعني من سنه 1990. ليه يا عم؟ ده اللي انا شفتهم، ده اللي انا اعرفهم، او حتى شفت لهم حاجات بسيطه. قبل كده محدش يحاسبني، انا ما اعرفش حد قبل كده، حتى اللي اعرفه ما شفتوش كتير فما اقدرش احكم عنه. المهم احسن اجمد 11 الساعه 11 النهارده عن منتخب مصر. يلا بينا نبدا على طول وما نضيعش وقت. طبعا في حراسة المرمى مفيش خلاف او جدال، هيبقى مين يا عم الحاج؟ النجم بتاعنا الكبير الهارب الكبير بتاعنا عصام الحضري. اكيد ما حدش يختلف معايا على كده. عصام الحضري طبعا اسطوره، ومهما عمل مهما كان حتى كاهلاويه ما يحبوش يكرهوا ما ينفعش، هو عصام الحضري احسن حارس في منتخب مصر في اخر 35 سنه. ناحيه الباك اليمين كان في منافسه ما بين اتنين، انا اخترت منهم احمد فتحي عشان احمد فتحي حضر بطولات اكتر. هشرح لكم الحته ديت عشان التاني انا سبته وهختاره في السبعه اللي بقولهم اخر الفيديو اللي هم السبعه الاحتياطي، وقتها هقول لك انا ليه اخترت عليه احمد فتحي. يلا بينا نخش على الاثنين المساكين. في واحد ما تعبنيش طبعا، هختار مين؟ هختار وائل جمعه. التاني بقى طبعا كان فيه ايه؟ منافسه برده جامده قوي ما بين مين؟ ما بين هاني رمزي وواحد تاني، انا اخترت هاني رمزي. طب مين التاني؟ التاني هقوله برده في اخر الفيديو في السبعه الاحتياطي، ووقتها برده هقول لك انا ليه اخترت عليه هاني رمزي. طب هنيجي ناحيه الشمال. ناحيه الشمال كان في منافسه بس مش شرسه قوي. ليه؟ عشان انا اخترت سيد معوض، والتاني اللي انا كنت بفاضل ما بينه وما بين سيد معوض ده راجل تسعيناتي، اصلا اعتزل تقريبا 95 96، فهو ما حضرش في الحقبه اللي انا بتكلم فيها غير تقريبا حوالي 6 سنين. فعشان كده سيد معوض في الاستمراريه هو اللي فضل اكتر وهو اللي كسب معايا. انا النهارده هلعب 4 2 3 1. تمام كده خلصنا الجون وخلصنا الدفاع. طب مين الاتنين في نص الملعب؟ الاتنين اللي في نص الملعب كان فيه منافسه معايا برضو ما بين 3، انا اخترت منهم 2. هتقول لي مين؟ هقول لك طبعا العميد احمد حسن، والتاني محمد شوقي. ليه يا عم محمد شوقي؟ هقول لك عشان احمد حسن نفسه قال لك لما محمد شوقي بيكون في الملعب احنا بنطلع وبنهاجم واحنا مطمنين، انما التالت ده لو كنت اخترته مع احمد حسن كانت هتبقى الفرقه كلها بتهاجم وساعتها ما كانش هيبقى فيه حد بيدافع. والتالت ده برضو انا سبته في السبعه اللي في الاخر هقولهم الاحتياطي وهتعرف هو مين. التلاته اللي تحت المهاجم ما اعتقدش برضو ان في حد هيختلف معايا فيهم قوي. طبعا ناحيه اليمين محمد صلاح، مع ان على فكره كان في منافسه ما بينه وما بين واحد تاني حطيته في السبعه الاحتياطي. هتقول لي يا عم هو صلاح يتحط في منافسه مع حد؟ مع المنتخب يتحط في منافسه مع حد، بس انا حطيت صلاح ليه؟ عشان مسيرته لحد 2018 مع منتخب بصراحه مسيره حافله، وعشان برضه هو تاني الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر. هنيجي للاثنين التانيين، طبعا البلاي ميكر حازم امام لا جدال عليه، طبعا من احسن البلاي ميكرز اللي جت في تاريخ مصر كمان مش في اخر 35 سنه بس. ناحيه الشمال طبعا لعيبه امير القلوب ابو تريكه اللي ما تنفعش التشكيله من غيره، معلش ابو تريكه ده يتحط وباقي التشكيله تتحط معاه. في الهجوم طبعا محدش يقدر يتكلم، العميد حسام حسن، ده احسن مهاجم جه بالنسبه لي في تاريخ مصر، مش بس في اخر 35 سنه، ومش عشان بس هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر. يلا بينا على السبعه الاحتياطي. السبعه الاحتياطي في حراسه المرمى اخترت انا محمد الشناوي. هات لي كده في اخر 35 سنه افتكر لي كده حارس مرمى علم مع منتخب مصر بعد الحضري غير محمد الشناوي. انا بقول لك مش هتلاقي، برغم اخطائه برغم بس مع المنتخب الشناوي بيبقى راجل جدا وبصراحه انقذنا في كذا موقف. حاجه ناحيه الباك اليمين، هتقول لي مين يا عم اللي كان بيتنافس مع احمد فتحي؟ هقول لك ابراهيم حسن. طب ليه يا سيدي اخترت احمد فتحي؟ مفيش حاجه عملها ابراهيم حسن ما عملهاش احمد فتحي. زي ايه؟ كل البطولات وكل اللي عمله احمد ابراهيم حسن سواء حتى الصعود كاس عالم عمله احمد فتحي، ولكن العكس لا. هقول لك ابراهيم حسن اصلا ما خدش افريقيا مع المنتخب. ازاي يا عم؟ هقول لك ان هو في المرتين اللي كان حاضر فيهم 86 و98 اصلا ما كانش موجود في القايمه سواء لاصابات او باستبعاد فني. فعشان كده انا شايف ان احمد فتحي هو اللي مستمر وهو اللي خد بطولات وعمل كل حاجه مع المنتخب، وحتى راح منتخب اولمبي وعمل كل حاجه، فعشان كده انا بالنسبه لي احمد فتحي هو اللي كان يستمر. طب هتقول لي مين اللي كان مساك اللي بيتنافس مع هاني رمزي؟ هقول لك ابراهيم سعيد. بس طبعا مش محتاج اتكلم ليه هاني رمزي هو اللي دخل وليه ابراهيم سعيد هو اللي استبعد. تمام. هاني ابراهيم سعيد كان كويس طبعا مع المنتخب في فترات كبيره، بس دايما هو اللي ظلم نفسه وخلى مسيرته مع المنتخب مش طويله قوي. وطبعا هاني رمزي حدث عنه ولا حرج.
ناحيه الشمال كنت بتنافس مع سيد معوض باحمد رمزي، الجناح الطائر. احمد رمزي ده كان حاجه في الشمال عبقريه، كان لعيب عبقري. بس اللي خلاني ما خلوش هو اللي يبقى الاساسي معايا ان هو اصلا اعتزل سنه 96، فما حضرش في الحقبه اللي انا بتكلم فيها غير تقريبا 5 سنين او 6 سنين بس. حاجه في نص الملعب، في نص الملعب اللي كان بقى التالت بتاعهم كان حسني عبد ربه، هو اللي كان بيتنافس معاهم. بس لو حطينا حسني عبد ربه حطينا احمد حسن كده يا عم كله هيهاجم، مين هيدافع؟ فعشان كده حسني عبد ربه هو اللي داخل معانا رقم 5 في قائمه الاحتياطي. الاثنين اللي باقيين معايا في قائمه الاحتياطي انا اخترتهم، واحد جناح وواحد مهاجم، او يمشوا الاثنين مهاجمين. اللي كان بيتنافس مع صلاح على فكره كان محمد زيدان. بصراحه محمد زيدان ده قدم للمنتخب كتير. فعلا كانت بداياته من تقريبا 2007 او 2008، كمان بطولته كانت البدايه والانطلاقه الجديه مع منتخب 2008، وان هو ما طولش غير بعد كده كاس القارات. يعني مسيره صغيره جدا لمحمد زيدان مع منتخب، لكن كان مؤثر قوي يا جماعه. محمد زيدان فعلا كان مؤثر جدا مع منتخب وفرق معانا جدا، وفعلا كان لازم يتحط حتى لو كان احتياطي في التشكيله بتاعت احسن واحد في ال 35 سنه اللي فاتوا. التاني طبعا العمده عماد متعب، كان لازم يتحط مع حسام حسن احتياطي. عماد متعب كان مؤثر قوي، ده كان ابن حسن شحاته زي ما بيقولوا. وعلى فكره دور على كل البطولات اللي اتلعبت وموجود فيها عماد متعب هتلاقيه مؤثر، حتى لو مش باهدافه هتلاقيه مؤثر بتحركاته، هتلاقيه مؤثر باسيستاته. عماد متعب كان لاعب مؤثر قوي ومع منتخب مصر لحد حتى وهو بيخلص، يعني لحد اواخر كمان ايامه مثلا مع قدام الجزائر، مع ماتشات كتير قوي عماد متعب مؤثر وكان لازم يتحط في التشكيله دي. لو انت مختلف معايا في التشكيله او عندك اي لعيب عايز تضيفه وعندك اي لعيب شايف ان هو ما يستحقش يتحط، قول لي في الكومنتات ونشوفها ونتناقش مع بعض يعني. اشوفكم الاسبوع الجاي في اجمد 11 الساعه 11. سلام.